يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو جامد جدا، فيديو السمبوسة، وكمان هنعمل سبرينج رول، وهنعمل الحشوات مع بعض. الحشوة اللي يعتبر نمبر وان هنا في السعودية، او معظم المطاعم دايما بيعملوها. هقول لكم كل التفاصيل دلوقتي، وهقول لكم ايه اللي هنعمله، ايه المقادير، كل حاجه دلوقتي هنقولها بالتفاصيل. بس لو اول مره بتشوفوني اشتركوا في القناه واعملوا لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. مقادير النهاردة: كيلو من الدقيق، عليه معلقة صغيرة من الملح، وهنحط 4 معالق من الزيت، وهنحط مية على حسب نوع العجن. هي دي كل المقادير بتاعت السمبوسة، مش صعبة ولا حاجة. هنعجنها كويس جدا سواء بايدينا او بالعجان. بعد كده بنغطي عليها بستريتش راب، ونحطها في مكان دافي ونسيبها ساعة كاملة. مفيش اي مشكلة لو سبتيها ساعة كاملة، عادي. بالعكس هتبقى احسن واحسن، والعجينة هتحسيها ملساء وناعمة وجميلة جدا. هسيبها بقى ترتاح مع نفسها، واحضر واجهز الحشوات بتاعتي. اول حشوة معانا ملكة السمبوسة، وهي الفراخ. السمبوسة بالفراخ، عايزة اقول لكم تحفة جدا، وطريقتها جميلة جدا، وعن نفسي بحبها جدا عن اللحمة كمان. اللي علمني الطريقة دي جارتي السعودية بصراحة، ربنا يديها الصحة يا رب. كانت بتعمل الحاجات دي كتير جدا، وعلمتها لي بالطريقة بتاعتهم. أول حاجة كده أنا حطيت فصين من التوم، شوحتهم كده في شوية زيت، وبعدين نزلت ببصلة. ونزلت بصدر فرخة، صدر فرخة كامل. ضربته في الكبة كده ونعمته. آه وحطيته على البصل، وهنقلب كده لحد ما تحس انها ايه، بقت مفرولة كده، فاهمني؟ هنحط بقى البهارات بتاعتنا. اهم حاجة في البهارات بتاعتي الملح والفلفل الاسود وشوية من الكركم، ده اهم حاجة طبعا الكركم، علشان يديها لون اصفر كده وجميل. هنحط بقى شوية كده رشة جوز الطيب، هنحط هيل اللي موجود عندك. هنسيبها بقى تستوي مع نفسها كده، وبعد كده لسه في تركه كده نحطها في الاخر، بس طبعا لما الفراخ تبرد خالص. هنا كده بقى بحضر الحشوه التانية اللي معايا ميكس جبن، معايا شيدر، ومعايا موتزاريلا، وكمان رومي. واحلى حاجه فيهم طبعا الكرافت دي تحفه جدا، كان عليها عروض في كل الاماكن. بس كان احلى عرض كان موجود في المتسوق الذكي، بصراحه كان احلى عرض فيهم كلهم. عايزه اقول لكم الكرافت دي تحفه جدا في السمبوسه، حتى لو مش هتحط لها اي اضافات تانية خالص من الاجبان. حلوه جدا لوحدها، طعم تاني خالص. يعني انت لو جربتيها بالكرافت لوحدها مش هتفكري تغيريها اصلا. بس طبعا انا كنت جايبه يعني جبن وكده، قلت بقى استغلها مع يعني كلهم مع بعض كده، وتدي طعم حلو برضو في النهايه، مع الاضافات اللي احنا هنزودها ان شاء الله تبقى تحفه جدا. يبقى احنا كده دي تاني حشوة معايا، بس انا هقسم الكمية دي كلها نصين. نص هنعمل عليه بصل اخضر، والنص التاني هنحط عليه كزبرة خضراء، عشان لو حد مش بيحب البصل الاخضر ياكل من اللي فيها جبنة بالكزبرة. تمام. هنا كده بقى حطيت الكمية كلها، وهقلبها الاول، وبعد كده بنقصهم. وبعدين نزود بقى ايه، النص هنحط عليه البصل الاخضر زي ما قلت، والنص التاني نحط عليه كزبرة خضراء فريش. ده كده البصل الاخضر بعد ما غسلته ونقعته طبعا في ميه وخل. قطعته كده قطع صغيره، وحطيت على كميه الجبن دي. عايزه اقول لكم كان طعمه تحفه جدا في السمبوسه، كان عاطي طعم حلو قوي. انا اول مره اجربه للامانه بالبصل الاخضر، كنت دايما بعمله بالكزبره الخضراء. بس بصراحه تحفه جدا. عندي زيتون شرايح كده، بصراحه تحفه. هو مش فيه ملح ولا حاجه، هو يعني ملح قليل خالص، فانا هحط كميه حلوه كده. هو الزيت اللي نازل منه ده التخليل بتاعه، بتخلل في زيت زيتون، بس تحفه جدا. هنا كده خلاص بقى قلبت الكميه بتاعت الجبنه مع البصل الاخضر، هركنها بقى ونشوف الكميه التانية اللي احنا هنعملها مع بعض برضو بالميكس الجبن. طبعا الجبنه الكرافت انا بشرطها لازم تحطيها في التلاجة تجمد شويه، عشان هي بتبقى طريه شويه، فلازم عشان تعرفي تبشريها بالمبشره اليدوي لازم تحطيها في التلاجة او في الفريزر شويه. النص التاني بقى من ميكس الجبن، هنحط عليه زي ما قلت كزبره خضراء زي ما انتم شايفين كده. برضو الكزبره الخضراء بتدي طعم حلو جدا للسمبوسه، وبتدي نكهه حلوه قوي. اتمنى تجربوها. هنحط كمية حلوة كده برضو، والباقي ده هنحطه بقى على الفراخ بس لما تبرد خالص الحشوة بتاعت الفراخ. برضو الكزبرة الخضراء على الفراخ بتدي نكهة وطعم رائع. فبس مش هينفع نحطها والفراخ سخنة، لازم تبرد تماما، وبعد كده بنحط بقى على الفراخ. هنا كده خلاص تقريبا انا خلصت الحشوات اللي انا هحضر بيها. هنعمل سبرينج رول مع بعض، وهنعمل السمبوسة. طبعا انا عملت العجينه، وهنشوف الفرد دلوقتي مع بعض. لو لسه مكمله معايا الفيديو لحد دلوقتي اعملوا لايك للفيديو واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش. هنا كده خلاص بقى الفراخ كانت بردت، شوفوا شكلها عامله ازاي، تحسوها اصلا ان انت مقطعه الفراخ قطع صغيره، مش ضرباها في الكبه خالص. طعمها وشكلها وريحتها تحفه جدا.
هنحط بقى كمية الكزبرة دي ونقلبها تقليبة حلوة ونسيبها، ويبقى كده إيه خلصنا كل الحشوات بتاعتنا اللي احنا هنحشي بيها السمبوسة والسبرينج رول. وده شكل السمبوسة بتاعتي بعد ما سبتها ساعة كاملة تخمر او ترتاح بمعنى اصح، لان مش فيها خميرة. عايزة اقول لكم ملمسها حلو جدا وناعمة وبتمط جدا ما شاء الله عليها، عجينة تحفة جدا. آم، هنقطعها قطع كبيرة، انا عايزة اقطعها قطع كبيرة علشان يعني انجز في الوقت، لان كنت مستعجلة جدا. فقلت هقطع قطع كبيرة وتبقى ايه، كل اربعة طبعا مع بعض زي ما احنا عارفين كلنا نعمل كل اربع وحدات مع بعض. وهنقطعها الاول، وبعدين هعدهم الاول بعد ما اقطع، اشوف كام واحده، وعلى الاساس ده بقرر انا هعمل اربعه مع بعض ولا خمسه. بعد ما اقطعها عشان ما تنشفش مني، اغطيها طبعا بستريتش ريب او فوطه او اي حاجه مبلوله ميه معايا. تمام. هنا كده بقى خلاص هغطي عليها كده وهسيبها مع نفسها. هاخد بقى اربعه باربعه. تمام. بعد ما عديتهم كده قلت خلاص يبقى كل اربعه مع بعض. هنا كده اول واحده بصوا احنا هنفرد الاول قطع متساويه، دواير يعني بمعنى اصح دواير كده زي ما انتم شايفين. وبعدين بعد ما افردهم الاربعه بحط بدهن الاول زيت وبعدين رشه من الدقيق وبعدين بحط الطبقات فوق من بعضها زي ما انتم شايفين كده. هي الطريقه بصراحه مش محتاجه شرح، الطريقه جميله جدا واحنا عملناها مع بعض قبل كده. وزي ما انتم شايفين كده انا حطيت زيت، وبرش رشه دقيق كده خفيفه، وبعدين بحط الطبقه التانية والتالتة والرابعه، بس الرابعه مش بدهنها زيت خالص، سيبها زي ما هي، رشه دقيق خفيفه خالص، وبعدين بفردها بالفراده بتاعتي كده. احاول انها تبقى مستطيله معاكي، يبقى الشكل في الاخر يطلع مستطيل معاكي، وبس كده. وحاولي برضو ان انت ترققيها ما تبقاش سميكه قوي، علشان يعني اما تيجي تقطعيها بقى وكده ما تبقاش الواحده سمكها تخين وكده. تمام. هنا كده طبعا بحط صاجي على الصاج على العين الكبيره اللي في النص دي، ويسخن كويس جدا من غير ما ادهن زيت ولا حاجه. بحط او لو دهنتي عادي مفيش اي مشكله ادهني برضو. وبحط السمبوسه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وبعد ما بتطلع طبعا بحاول ان انا اظبط الاحرف بتاعتها بالسكينه كده زي ما انتم شايفين، وتقطعيها بقى العرض او الطول. عايزه تقطعيها بالطول براحتك، عايزه تقطعيها بالعرض براحتك، بس انا بقطعها دايما بالعرض كده، بتهيالي بتفرط اكتر. وكمان ما بتبقاش في طبقات كتيره في السمبوسيه، يعني فاهمه قصدي، تبقى بسيطه كده لفتين والتالتة والرابعه خلاص يعني. فانا بحبها عريضه وبحبها تكون قصيره مش طويله. وده بيكون شكلها بعد ما قطعتها بقى، شايفين الطبقات ما شاء الله ولا لازقه ولا حاجه، وجميله جدا. بحطها طبعا في الستريتش راب وانا شغاله كده علشان ما تنشفش برضو. ما شاء الله دي كل الكميه اللي انا عملتها كيلو من الدقيق، عمل لي كميه حلوه جدا. شايفين الجمال، شايفين خفيفه وناعمه كده وجميله جدا. يعني انا بصراحه ما بفكرش اشتريها من بره خالص، بحب دايما اعملها في البيت، مع انها بره مش غاليه ولا حاجه، بس انا بحب اعملها في البيت. طريقة اللف يا رب بس تكون واضحة في الفيديو، لأن الكاميرا اتقلبت. ف أول حشوة معانا هنا جبنة، طبعا زي ما قلنا جبنة بالبصل الأخضر، وعملنا جبنة بالميكس جبن بالكزبرة الخضراء، وكمان عملنا حشوة الفراخ. عايزة أقول لكم حشوة الفراخ أصلا أنا بحبها جدا عن اللحمة كتير كتير كتير، طعمها حلو جدا، وجربوا الطريقة ديت حلوة قوي قوي قوي. معايا طبعا معلقتين دقيق كده وعليهم شوية مية، ونحاول إن احنا نلزق بيهم السمبوسة. انا عايزه اقول لكم انا يعني خبيره في لف السمبوسه من زمان، يعني من وانا صغيره بحب دايما الف السمبوسه. فبحب لفتها، حتى دايما المحشي الخاص بتاعي دايما اعمله زي شكل السمبوسه كده. بحس ان انا سريعه فيها، بس انا مبطئه ايدي هنا علشان ان انا اوضح لكم لفه السمبوسه للبنات اللي هم لسه ايه مبتدئات. تقدري تدخليها كده من غير ما تلزقيها زي ما انا دخلتها كده تحت كده، لكن لو مش عايزه يعني تحطي دي او كده. بس هي دي الطريقه، وطريقه سهله وبسيطه جدا. هنحمر واحدتين كده نجربهم قبل ما يخلصوا قبل رمضان، لان الفيديو ده كان مصوراه قبل رمضان بيوم. بس للاسف اتاخرت جدا في النزول، معلش. يلا كل شيء بأوانه. خلاص كده كفايه على السمبوسه كده، ونشوف السبرينج رول بقى، يلا بينا. وقبل ما نروح للسبرينج رول عايزه اوريكم بقى الكام واحده اللي انا حمرتهم كده للعيال. عايزه اقول لكم تحفه جدا، طبعا هي كانت سخنه جدا فلسه مش قادره امسكها، بس هحاول ان انا اقطع لكم كذا واحده كده.
بصوا، عايزه اقول لكم ازاي تعرفوا اذا كانت السمبوسه نجحت معاكي ولا لا. انك تلاقي عليها بابلز كده من بره ما شاء الله كده، تعرفي الفقاقيع دي او البابلز ده، تعرفي ان هي كده العجينه بتاعتك ناجحه جدا، والسمبوسه واخده راحتها مرتاحه وجميله جدا. لقيتيها ملساء كده، اعرفي ان في حاجه في السمبوسه في مشكله. لكن انا مش بحبها زي الجلاش كده. انا بصوا، انا احب الفقاقيع دي جدا. شايفين دي حشوه الفراخ، عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي قوي قوي. احنا سيبنا الجبنة على فكرة، احنا كلنا كنا بنحب الجبنة. بس لما دقنا الفراخ بصراحة كلنا سيبنا الجبنة واكلنا من الفراخ. ده بقى شكلها بعد ما ده طريقتها في التفريز. طبعا مش هينفع تحطيها في ورق في اطباق فويل وكده. لا، خليها بالطريقة ديت، لفيهم كل مثلا 3 فوق بعض، ورصيها كده وحطيها في اكياس واقفليها، واكتبي طبعا عليها ستيكر كده او حاجه ان دي مثلا جبنه وديت فراخ وكده، عشان تبقي عارفه ما تتلخبطيش. هنا سبرينج رول بقى، انا بصراحه شارياه جاهز، كان عليه عرض الخمسه بتقريبا 10 تقريبا في العسيم. والحشوه طبعا باقي معايا حشوه كتير بعد ما خلصت كيلو السمبوسه كله الحمد لله. فقلت بقى ايه، اطلع سبرينج رول ونعمله مع بعض. عندك طريقتين للف السبرينج رول، يا اما تعملي بالشكل دوت كده، بالشكل ده بالظبط كده، يا اما تعملي بالطريقه التانية وهنشوفها مع بعض برضو دلوقتي. وطبعا لازم نقفلها، دي بقى لازم تتقفل بالعجين، الدقيق والميه زي ما انا عامله كده. حاجه بسيطه كده يعني. زي ما انتم شايفين، انا مش عايزه اسرع الفيديو عشان بس تشوفوا طريقه اللف. حاولي بقى تظبطيها من الاحرف كده يبقى شكلها لذيذ كده. دي طريقه. الطريقه التانية بقى اللي هي طبعا الصورة موضحة كل حاجة. هنحط كده الحشوة في النص كده، وبعدين الأحرف بتاعتي كلها بالدقيق والمية اللي احنا عملناهم مع بعض ده، وبعدين افرد كده حاجة بسيطة خالص على اساس انها ما تفكش مني، وخصوصا لو انتي حاطة جبن ما تسحش منك، او الجبن تطلع بره في الزيت وكده، بيبقى شكلها مش حلو خالص وبتتحروق وكده، وبيبقى طعمها مش حلو اساسا. بس كده، هي دي الطريقة اللي هي بتاعت المربع بمعنى اصح يعني. ونقفلها طبعا بالدقيق والمية وبس كده. وده بيكون شكل السبرينج رول بتاعي بعد ما خلصت الكمية كلها. ما شاء الله عملت كمية حلوة جدا، يعني تقضيني ممكن يعني كتير في رمضان. ما شاء الله، جربوها انتوا كمان واعملوها، واعملوا السمبوسة في البيت. طبعا هفرزها بنفس طريقة السمبوسة برضو، احطها في اكياس تلاجة كده وارصها، واحاول ان هي تتجمد وهي بالشكل ده، ما يحصلهاش حاجة ان شاء الله. وطبعا متنسيش تعملي ستيكر عليها وتكتبي طبعا دي بجبنة ودي او بفراخ وكده. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. تنسونيش بقى من اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.